اصعب لو خيروك في المجرة كلها. مش هتعرف تهرب، مش هتعرف تروح في حتة. لازم تختار، يا تختار يا اما تحتار. اللي انا بقوله ده النهارده يا جدعان معايا اصعب لو خيرك. يخيرك بين جارك، ما عادش فيه اللعب، ما عادش فيه لو خيروك بتاعت لو خيرتك تاكل سكر ولا تشرب شاي، لو خيرتك تمرقع ميه ولا ترمي حاجه في الشارع، ما عادش فيه الكلام ده خلاص. هنا اصعب 10 لو خيروك في المجره الضوئيه الشمسيه بضرب التبان. النهارده هتشوفوا لو خيروك عمر دماغك تتخيلها. يخيرك تقتل حماتك ولا تقتل مراتك، يخيرك تنزل ملط في الشارع وسط المطر ولا تنط في حمام سباحه. ايه اللي انا بقوله ده؟ يخيرك بين خلاص يا ابني اللي انا عمال اعمله ده اسم اكونت الانستجرام اللي كسب يا جدعان. لو عايز اكونت الانستجرام بتاعك ينزل الفيديو الجاي، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب اسم اكونت الانستجرام بتاعك تحت، ويلا نبدا الفيديو. اول لو خيروك معايا، لو خيرتك انت او انا، قولوا خياراتكم في الكومنتات، خياراتكم. لو خيرتك بين حب حقيقي في حياتك وبين 100 مليون دولار. بصوا احنا نتكلم كعقل. ممكن ناس كتير فيكم تختار حب حقيقي لان دي اللي هتبقى سندك والكلام ده، بس تعال هنا، انت لو خدت 100 مليون دولار تروح تتقدم لها وتاخدها، يبقى انا اختار ال 100 مليون دولار. عندما يعمل العقل يرى الانسان الفكر ويرى الحكم ويرى كل شيء امامه. ايه اللي انا بقوله؟ تاني لو خيروك معانا تسمي ابنك نتنياهو، ما تاكلش فول تاني. ما تاكلش ايه؟ ما اعرفش ان انا مصري، ما اعرفش ان انا مصري، وانه يقول لي ما تاكلش فول تاني دي عليها عقاب شديد. يعني ايه ما اكلش فول تاني؟ يعني ايه ما اكلش فول تاني؟ ده انا اسمي ابني نتنياهو، ابن نتنياهو كمان، مش هسميه نتن، ده انا خليه انتن واحد في الكوكب. مش فارق معايا، هو اللي هيتذل مش انا. يبقى اسمه نتنياهو محمد خالد. اكيد اسمي ابني نتنياهو واني ما اكلش فول تاني دي مستحيل. ما اكلش فول تاني. لو خيروك معانا بيقول لك لو خيرتك انت او انا اي حد، لو خيرتك مفيش نت طول حياتك، ما عندكش صحاب طول حياتك. بصوا ناخدها برضه بعقل. في ناس ممكن ما تقدرش تستغنى من اصحابها، وناس ما تقدرش تستغنى من ايه عن النت، لكن انتوا حياتي فانا ما اقدرش استغنى عنهم. اما اصحابي دول فانا ممكن اسافر مثلا وما اعرفش اشوفهم تاني واقدر اكلمهم على النت، فاهمين؟ فنختار ما عنديش صحاب طول حياتي واقدر ويبقى يعني يبقى في نت موجود، فاهمين؟ اللي هو يبقى في نت موجود، لان النت هو حياتي. يعني ايه اقعد من غير نت؟ اقعد اعمل ايه؟ حبه حبه وكل واحد هيتجوز ويروح في طريقه وكل واحد هيروح شغله وفي طريقه يعني. رابع لو خيروك تقتل نفسك، تقتل كل اصحابك وحبايبك. كله يخاف. لا طبعا يعني اكيد مش هقتل نفسي، بس بصوا نبص برضو بعقل وبجانب ذكي. تقتل نفسك هتخش النار، تقتل كل اصحابك وحبايبك هتخش النار. فاحنا نعمل ايه؟ لو قتلت نفسي هخش النار على طول، يعني هموت واخش النار في ثانيه. لكن نبص لها بعقل ذكي كده وبتفكير. انا لو قتلت نفسي هخش النار، لو قتلت كل اصحابي وحبايبي هخش النار برضه. هنقوم نعمل ايه؟ انت لو قتلت نفسك على طول، شايفين الحركات؟ لو قتلت نفسك على طول فهتخش النار بعد ما تموت، يعني دوبك على طول ربنا حاجه واخدني رميني في جهنم، قاتل نفسي. اما لو قتلت كل اصحابي وحبايبي يبقى ليا فرصه، يعني على الاقل انا كده داخل النار وكده داخل النار. فلما اقتل اصحابي وحبايبي هعيش، يعني على الاقل بقى ايه، استغل انا حبه دول، ما انا عارف ان انا كده كده رايح النار، او ممكن استغفر ربنا واخش الجنه. صح؟ ممكن. فانا اختار اقتل كل اصحابي وحبايبي. دلوقتي كل واحد معاه نمرتي، معاه حاجتي يمسحها. انا بقول اهو، تدنك تعبان طول حياتك تقتل 5 كلاب.
انت متخلف يا ابني؟ يعني انا دلوقتي ايه لسه قاتل كل حبايبي واصحابي، مش هيهون عليا قتل 5 كلاب، مع انها حاجه صعبه. اصل انا مش هضلني قاعد طول حياتي على السرير عمال اتشي وضلني تعبان وما بقومش من على السرير، لا. انا كده كده داخل النار، كنت قادر صحابي داخل النار، فاكيد يعني 5 كلاب يعني مش هيزودوا عذاب يعني اكتر من اللي انا هبقى فيه. فاخترت ليه 5 كلاب. سادس لو خيروك معانا بيقول لك ايه، ما تتفرجش على التلفزيون لمده سنه تاكل خنزير. يا جدعان ابعدوا المنظر ابن الكلب ده من وشي. انا بصوا انا ممكن ما اتفرجش على التلفزيون لمده حياتي كلها، اللي انا اصلا ابص للحيوان المقزز ده. انا ممكن اقتل واقتل كلاب واقتل صحابي وحبايبي، لكن اكل خنزير ليه؟ ما بخافش من ربنا؟ فاختار ما اتفرجش على التلفزيون لمده سنه، ولا والله لمده حياتي كلها. تعرف هتموت امتى؟ تعرف هتموت ازاي؟ اكيد هعرف اموت ازاي، لان انا لو عرفت اموت ازاي هقدر اغير، اقدر مثلا ايه عارف ايه اللي هيحصل، مثلا حد هيجي يقتلني اكون عارف ان ده يقتلني فاحاول استخبى احاول اهرب، فده هعرف هموت ازاي، احاول اتجنب ان انا اموت. انا هختار تعرف هتموت ازاي عشان تهرب، اما هتعرف هتموت امتى مش هتبقى عارف تعمل ايه، انت عارف انت هتموت كمان سنتين، الله اعلم ممكن اموت كمان حبه، ما حدش يعرف. لو خيرتك تسافر للمستقبل تسافر لايام زمان. بصوا هو الاثنين حلوين، انت ممكن تسافر المستقبل عشان تعرف ايه اللي يحصل لك، تعرف ايه اللي موجود وكده. اما تسافر لايام زمان فانك ترجع لايام زمان تبرشم امتحان ما كنتش عارفه، مساله ما كنتش عارفها تطلع من اوائل، تروح امتحانات ثانويه عامه وتخش تقفلها. فانا بختار تسافر لايام زمان وتخلي مستقبلك حلو. تنتحر من الدور ال 30 يا عم 30، تقطع عضوك. يا نهار ابويا اسود، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بص لو انتحرت من الدور ال 30 هموت. ما فيهاش نقاش يعني، لكن لو قطعت هداني عايش. رسالة لأطفالي في المستقبل، أنا كنت بحبكم أوي، للأسف هشوفكم في الآخر. ده لو دخلت الجنة يعني بعد الليلة اللي أنا عاملها دي كلها. آخر لو خيروك معانا بيقول لي تختار أمك تختار الصلاة. إيه ده؟ إيه ده؟ هو بصوا خلاصة لو خيروك دي كلها هو عايز يدخلني النار، فاهمين؟ يعني مش عايز يخليني أبقى حلو خالص، يعني خلاصة الملخص الفيديو ده بيقول لي أنت داخل جهنم، داخل جهنم حتف. اللي هو ايه، حتى لو ليك فرصه تستغفر مش هتلحق. هتختار الصلاه هيبقى في عقوق والدين، هتختار والدتك يبقى تارك الصلاه. يعني بصوا بالجزمه، يعني ربنا مش راضي عني بعد الاختيارات دي كلها. بصوا انا ممكن مثلا ايه، من هو ممكن يبقى قصده اختار امي ولا اختار الصلاه، فانا ممكن اختار الصلاه، فامي لما تشوفني مختار الصلاه ترضى عني، حتى لو انا ما بزورهاش وبتاع، ساعتها العقاب هيبقى قليل. فيا ريت اي حد عنده ام يحترمها، يبوس ايديها كل يوم، مفيش احسن من الام، وما يسيبش الصلاه. طيب يا جدعان بما نكون خلصنا الفيديو، يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه. طيب يا جدعان نشكركم، داخلين على 7000 اهو، والله انا من غيركم مسواش. عندي امتحانات وبحاول انظم بين الوقت، كنت تعبان وبعمل فيديو برضو. يا ريت تعمل لي فولو على الانستجرام، وتعمل لي فولو على سناب شات، وتعمل لي لايك على البيج بتاعتي على الفيس، وايه تاني؟ في ايه تاني؟ وتعمل لي، انا قلت كله صح؟ وتعمل سبسكرايب، ما تنساش سبسكرايب. السلام عليكم.